السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الموضوع جديد وفي هذا الفيديو الجديد اللي غادي نهضروا على الحكم اللي صدر في حق السيد الياس المالكي المعروف بستريمر. شنو وقع بالضبط، شنو هو الحكم وكيفاش اثرت هذه القضيه على الناس وعلى المجتمع. غادي نشرح لكم كل شيء بالتفصيل، الحكم والعقوبات والشكايات والعقوبات البديله، وغادي نعطي رايي بطريقه بسيطه باش كل واحد يفهم. نبداو على بركه الله. ما تنساوناش من البارطاج ومن الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتخليوا لي اللايك الا جات على خاطركم. اول حاجه، شكون هو الياس؟ هو ستريمر المعروف، عنده بزاف د المتابعين على السوشيال ميديا، كيقوم بانشطه مختلفه للناس كيتبعوها. القضيه بدات بمشكل بسيط مع مود طاكسي في الجديده. المشكله كانت فرديه، ولكن مع الوقت توسعت الشكايات من بزاف ديال المدن، بني ملال، اكادير، كازا، مراكش، حتى وصلت تقريبا ل 56 شكوى. الاعلام الاجتماعي لعب دور كبير، بزاف ديال الناس بداو كيعلقوا وكيشاركوا على القضيه، وهو النفخ الاعلامي اللي خلى القضيه تنتشر بزربه. المحكمه حكمت على الياس ب10 اشهر حبسا نافذا، ولكن استبدل الحبس بعقوبه بديله. هذه العقوبه البديله كتشمل غرامه ماليه 500 درهم لكل نهار، الخدمه من اجل المنفعه العامه لمده 900 ساعه. الحاجه اللي زوينه في هذه العقوبه البديله هو انها كتخلي الناس تستافد من فرصه انه يصلح راسه ويخدم المجتمع، وما تبقاش القضيه مجرد حبس فقط. بالنسبه للشكايات المدنيه اللي قدموها بعض الناس ضد الياس، المحكمه رفضتها حيث ما كانوش مضطرين قانونيا. هذا كيبين ان الحكم كان منصف وعادل وماشي على حسب الضغط الجماهيري. دابا نجيو للتحليل القانوني. الفرق بين العقوبه الاصليه والعقوبه البديله واضح. الحبس كيعاقب مباشره، اما العقوبه البديله كتعطي فرصه للاصلاح. المحكمه دارت توازن بين العداله والرحمه، وهذا مهم باش القانون يكون منصف وماشي انتقامي. هذا الحكم يقدر يكون نموذج كيفاش نتعاملوا مع مشاكل بسيطه بين الناس بدون ما نضخموها بزاف. ابتزاز والشكايات الزائده، كانت حوالي تقريبا 56 شكايه ضد الياس من بزاف ديال الناس، اللي بانت حتى ظهرت حتى شبهات الابتزاز، خصوصا تعرض الام للضغوط. والنيابه العامه ما زالت متابعه هذا الموضوع هذه، وغادي نعرفوا النتائج في هذه الايام القادمه. الدرس هنايا واضح، اي شخص ما مدروش قانونيا ما يقدرش يرفع دعوة، وما يمكنش نسمحوا بالضغط او الابتزاز على اي شخص. هاد القضية كتعلمنا بزاف. اولا، الجمعيات خصها تلعب دور ايجابي، توجيه نتاع الناس بدل التهديد والتشهير. اي شخص غلط يمكن توجيهه قبل ما يوصل للحبس. العدالة خصها تكون موضوعية وماشي على حسب الضغط الجماهيري او الاعلامي. القضيه علمتنا ان بزاف ديال المتابعين كيتاثروا بالاعلام، ولكن خاصنا نفهموا الحقيقه قبل الحكم على الشخص. الياس كان يقدر يعمل الاخطاء، ولكن القانون عطاه فرصه للاصلاح. اي شخص مشهور ولا عادي، العداله كتطبق عليه بحال وماشي على حسب الشهره. اخواني اخواتي، في الاخير نقول لكم شي حاجه مهمه. هذه القضيه علمتنا بزاف من الدروس. اولا، القانون في المغرب عادل وكيحاول انه يوقف بين العداله والرحمه. الياس المالكي مع انه وقع له المشكل مع بعض الناس، الا ان المحكمه اعطته فرصه يصلح راسه ويخدم المجتمع، وهذا ما كنسميوه العقوبه البديله. ثانيا، شوفوا شحال ديال الناس حاولوا يضغطوا، داروا شكايات ونفخوا القضيه، ولكن المحكمة حكمت بالعدل ورفضت الشكايات المدنية التي ما كان لها لا أساس قانوني. هذا كيبين أن الحق القانوني هو الذي يتبعه القضاة وماشي الشائعات أو النفخ الإعلامي. ثالثا، هذه القضية تعلمنا كثير عن المسؤولية الاجتماعية. أي شخص مشهور أو عادي كنا خصنا نكونوا واعيين بسلوكنا
والجمعيات والمجتمع المدني خاصهم يوجهوا الناس بدل أن يهدوهم أو يشهروا بهم. هذا كيفيد الجميع ويجعل المجتمع أكثر وعيا وأمانا. رابعا، درس مهم لكل شاب: الخطأ وارد، ولكن خصنا نتعلمه من التجربة. إلياس يقدر يغلط، ولكن القانون عطاه فرصة للإصلاح. كل واحد فينا يقدر يخطأ، ولكن الأهم هو التعلم والتوبة وتصحيح الأخطاء. خامسا، بارطاجيو هذا الفيديو هذا لكل اللي كتعرفوه. ما تخلوش الإعلام أو الضغط الخارجي يوجه أفكاركم. حاولوا تشوفوا الحقيقة، كونوا واعيين، ماشي كل ما كنشوفوه على الانترنت أو على اليوتيوب أو على منصات التواصل الاجتماعي صحيح. المهم هو الحكم بالقانون والعقل والمنطق. كونوا واعيين، صابرين وعقلانيين، وتعلموا من كل تجربة حتى يكون المجتمع ديالنا أفضل. شكرا جزيلا لكم على المتابعة. ما تنسوناش من اللايك، وإذا عجبكم الفيديو اشتراك باش يوصلكم كل جديد، وتفعيل الجرس باش ما يفوتكم حتى خبر جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.